هشتغل في الاعمال الحرة. لكن دي يلزمها راس مال. الرأس موجود والمال عند عمي، هروح اجيبه منه. الحمد لله على السلامة يا ابن اخوي، شرفت في البلد. الله يخليك يا عمي. والله يا عمي انا كنت جاي لك علشان حكاية الفلوس اللي سابها لي المرحوم والدي. من عندي ولا عندي، لكن هتعمل بيهم ايه يا ابن اخوي؟ هفتح بيهم مكتب. مكتب؟ مكتب صحة؟ لا، مكتب لحل المشاكل، مشاكل الناس اللي محيرة الناس وتعب الناس. وهي دي شغلانة توكل عيش يا ابن اخويا؟ يا سلام يا عمي، دي توكل زلابيا. في ناس كتير غرقانين في المشاكل مش عارفين يحلوها، فهيجولي مكتبي احللهم مشاكلهم ويدفعوا لي اتعابي. فهمت. ده انت مش هتفضل من الشغل لا ليل ولا نهار، دي الدنيا كلها مشاكل، لكن انت هتعرف تحل المشاكل. امال يا عمي انا استاذ في حل المشاكل وخلق المشاكل للمشاكل. الله يقويك يا ابن اخوي.